السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في حلقة جديدة. يا صباح الخير يا مساء الخير اللي بيتفرج بالليل. اهلا بيكم جميعا. الحلقة دي او الفيديو ده هتكلم فيه عن حالتي او مشاعري او ليه المشاعر بقت متبلدة في الناس. مش بتكلم عن مشاعري انا بس، مشاعري تجاه الموضوع ده او حالتي تجاه الموضوع ده، والفلوس والحياة الروتينية والماديات والنظام اللي احنا عايشينه والحاجات دي كلها. فانا بصراحة مش عارف هل هو بسبب تقدم في السن، هل هو بسبب ان الحالة المزاجية بتاعت المصريين بقت مش تمام، بقت مش كويسة، بسبب الأسعار، بسبب الفلوس، قلة الفلوس، بسبب الموارد، بسبب ان الحالة المادية مش كويسة. فده بينعكس على الحالة المزاجية والحالة المادية والحالة الشاعرية بتاعت المشاعر بتاعت الناس، بتاعت الشباب، بتاعت البنات، ان هم لما بيتعاملوا مع بعض بيتعاملوا بشكل مادي بحت، ومشاعر بقت نزلت في الترتيب التاني او التالت او الرابع. مش عارف، بس انا ملاحظ ان انا في حالة ان انا من شوية حسيت ان انا بحاجة الى حد ان انا اتكلم معاه. ليه بقى؟ لان حسيت ان الموضوع محتاج هذا النوع من النقاش وهذا النوع من الكلام. حسيت ان انا بحاجة الى الموضوع ده. كنت فاكر قبل كده لما انا اعيش لوحدي واقضي حاجتي لوحدي واعيش لوحدي وكده، وده هيبقى اريح لي ويبقى احسن لي. ولكن مع الوقت حسيت ان لسه حاسس يعني من شوية ان الموضوع بحاجة الى رفيقة او رفيق، صديق او صديقة، او انا بشكل اخص يعني بدور على رفيقة او صديقة بشكل كبير. فده خلاني افكر كده واشوف ان الموضوع بحاجة الى كده، وان الواحد ان هو يعيش لوحده كده طليق حر نفسه بشكل كبير، ده مش تمام ومش حلو. والمفروض ان الواحد يعني يعيش حياته ويعيش زمنه ويعيش شبابه ويعيش حالته ويعيش 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 يعني. فده بصراحة حاجة يعني مؤرقاني. وكنت فاكر ان الموضوع يعني لان انا قضيت وقت طويل لوحدي. يعني انا من 2017 وانا علاقتي مع الجنس الاخر شبه منعدمة او شبه مش موجودة. فاهمين قصدي؟ وده كان مخليني مرتاح لحد كبير، مرتاح لحد يعني كبير يعني. ولكن حسيت ان لا، الموضوع محتاج ان انا اعيد النظر فيه، محتاج ان انا اشوف حل للفكرة دي والموضوع ده والطريقة دي والسلوك ده والفكرة دي والكلام ده كله. لان الموضوع مش سهل وموضوع صعب جدا ان انت تعيش لوحدك حر طليق بالشكل ده. الحرية حلوة كل حاجة، ولكن بوقت معين وتوقيت معين وسن معين وفترة معينة. ولكن لما الموضوع يزيد عن حده ويزيد عن فترته، فانت بتكون بحاجة
الى ان انت تدور على صديقة او رفيقة بشكل كبير. ليه؟ لان الحياة محتاجة كده، الحياة بحاجة الى كده، الحياة عايزة كده، الحياة مشاركة، خد وهات، خد وهات، وهكذا. فأنا كمان بشوف إن الموضوع ممكن يكون بسبب يعني مؤخرا ملاحظ ملاحظتي على المواقع التواصل الاجتماعي إن الموضوع إن في جانب من الجوانب اللي هي مخلية الناس مشاعرها لحد كبير متبلدة، ولحد كبير يعني مشاعر مش جياشة، ومش مشاعر يعني ان احنا ممكن يحصل من خلالها كلام، تفاوض، حديث، مناقشة، خد وهات والحاجات دي. بشوف ان الحياة بقت سريعة جدا وناس بقت على الانترنت يعني دمها مش لطيف، وفي عنف كلامي من خلال الناس اللي بتعمل فيديوهات بشكل كبير، والرياكت بيعملوه على فيديوهات بعض على التيك توك، على الفيسبوك. اغلبهم بيبقى فيه عنف كلامي، وفي ناس بتكتب كمان على الفيسبوك بشكل كبير في عنف كلامي. معرفش ده يعني ازاي بقى موجود، وازاي طلع وسطنا، وسط المجتمع، وسط الناس. فدي حاجات كلها مخلياني ان انا يعني متضايق، وخلياني ان انا مش مبسوط، وكمان مخليه الواقع ما بين الشباب وما بين البنات مش لطيف. معرفش الدوائر المجتمعية او الاجتماعية اللي موجودة دلوقتي، انا اعتبر خارج اي دائرة اجتماعية او مجتمعية، ولكن مش عارف ايه اللي بيحصل بشكل كبير. ولكن انا بقول لكم رؤيتي وفكرتي ونظرتي من خلال احساسي وخلال مشاعري وخلال اللي انا حاسه الفترة دي، وحاسه وشايفه من وجهة نظري ونظرتي ومن رأيي الفترة الحالية اللي احنا عايشينها. ما عنديش حلول، يعني ما عنديش حلول مثلا ايه ممكن نعمله علشان نحسن من الواقع ده، ولكن ان احنا نعترف يبقى في كلام، ونتكلم بعض، نشوف بعض، يحصل رجوع للزمن السابق اللي احنا كنا عليه قبل كده. يعني من قبل 2017، لان انا بقول لكم من 2017 وانا الدنيا عندي في الجنس الاخر شبه منعدمة. فيبقى في كلام، يبقى في حديث، في استلطاف، يبقى في حب، يبقى في جماليات، يبقى في تعليقات، يبقى في مناقشة، يبقى في شات. يعني الحاجات دي لطيفة جدا. فده يعني مهم جدا ان احنا نعترف بالفترة دي، ولازم يعني نشوف حل في الموضوع ده، ولازم نشوف حل في القصة دي علشان نكون أشخاص أسوياء وأشخاص قادرين على المواظبة وعلى الحياة وعلى القدرة في التعامل ما بيننا وبين بعض، ونبقى حاسين إن احنا راضيين ومرضيين، وحاسين إن احنا تمام وفي حالة أحسن والحاجات دي كلها. فياريت نعبر عن مشاعرنا ونتكلم ونتناقش ونبادل بعض مشاعر كويسة
وبلاش العنف اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا ان انتوا فرقتوا اللحظة دي. شكرا ليكم. كان معكم وائل حامد، اشوفكم على خير وان شاء الله الحياة تتغير. السلام عليكم، الى اللقاء ومع السلامة.